ازيكم؟ لو انت شخص لسه بتتعلم برمجه او بتعمل كارير شيفت للبرمجه وبتدور على رود ماب تكون سريعه، تكون ضامن انك هتشتغل بعد ما تخلص الرود ماب ده، اظن السؤال ده عندك واظن انك بتدور على اجابه ليه. فهل في رود ماب فعلا تكون سريعه في التعلم وتكون ضامن في الاخر انك هتشتغل في شركه معينه؟ الاجابه السريعه للسؤال ده لا، مفيش. ليه مفيش؟ انا هحاول اقول من وجهه نظري ليه مفيش، او ليه انا شايف ان مفيش رود ماب بالمواصفات دي. فانا كل الموضوع في الفيديو ده هحاول ادردش معاكم ازاي نبدأ نتعلم برمجة، او ازاي لو انت شخص عايز رود ماب او عايز تشتغل، انت في الاخر عايز تشتغل، ازاي توصل للنقطة دي. حاليا انت شخص عايز تشتغل في شركة معينة، فعلشان توصل للشغل في الشركة ده انت المفروض تتعلم برمجة. لو انت خالص ميح المفروض تتعلم برمجة. طب خلينا نبص لها من ناحية تانية، انت شخص دلوقتي اصلا متعلم برمجة وشغال في البرمجة، بس عايز تشتغل في الشركة اكس نفسها. فايه الفرق ما بينك وما بين الشخص اللي مش متعلم برمجة؟ الشركة هتختار على اساس ايه؟ ده ولا ده؟ يعني احنا بنقول ان الشخص اللي مش متعلم برمجة هيتعلم برمجة في الاخر ويوصل للشركة دي في الاخر. الشركة هتختار على اساس ايه؟ في عوامل كتير الشركة هتختار على اساسها، بس خلينا نستبعد الخبرة. يعني الخبرة هتكون طبعا في الموضوع، بس خلينا نستبعد الخبرة في الموقف ده. الشخص اللي متعلم برمجة هو شغال بستاك معين. خلينا نقول مثلا الشركة هي شغالة بستاك الجافا سكريبت والنود جي اس والكلام ده، والشخص اللي متعلم برمجة هو شغال ببايثون. فاللي متعلم برمجة عايز يشتغل في الشركة اكس، فالشركة اكس مش شغالة بالستاك بتاعه، فهو محتاج يتعلم الستاك بتاع الشركة علشان يقدر يقدم عندهم، والشركة تبص على السي في بتاعه. ما دام هو بيعرف يشتغل بالستاك بتاعنا فاحنا هنكونسيدر السي في بتاعه. لكن لو راح لهم ببايثون بس، احنا مش شغالين بايثون، فالسي في هيترمي. يبقى كده اللي عرفناه، علشان تحدد الستاك لازما تشوف الشركة او السوق اللي انت عايز تشتغل فيه. فكده قدرنا نجاوب على السؤال اصلا، وقدرنا نوصل للفكره اللي انا عايز اوصلها لكم في الاخر. علشان تلاقي الرود ماب اللي هتضمن لك في الاخر انك تشتغل، لازم أن الاول تبحث عن الشركه اللي انت عايز تشتغل فيها، تبحث عن السوق اللي انت عايز تشتغل فيه، وتشوف هم شغالين بايه دلوقتي، ايه الستاك الترند عندهم دلوقتي، واللي لو اتعلمته هتلاقي فرص كتيره قوي ليه وتقدر تشتغل. يبقى الموضوع مطلوب منك شويه بحث، تبحث عن السوق اللي انت عايز تشتغل فيه، مثلا السوق المصري، تخش مثلا على لينكد ان، تشوف الوظائف اللي معروضة دلوقتي على لينكد ان اللي في مصر، موجودة في مصر، هم عايزين ايه. يعني تشوف مثلا الفرونت اند تشوفهم شغالين بايه، الباك اند تشوفهم شغالين بايه. وبعد كده انت لو خالص مالكش في الباك ولا ليك في الفرونت، حدد بقى انت محتاج تحدد انت عايز تشتغل باك او فرونت او فول ستاك. دي بقى بتبقى حاجات شخصيه اكتر من السوق. لكن انت خلاص عرفت انت شغال فرونت او باك، تشوف بقى السوق بيشتغل بايه في الفرونت والباك وتبدا تتعلمه، علشان هتلاقي الوظائف متوفره بالستاك ده في السوق اللي انت عملت عليه بحث. فبدل ما تضيع وقتك انك بتبحث على رود ماب سريعه، وهتلاقي حاجات كتيره قوي، وهتلاقي حاجات معقده وطويله قوي ممكن تضيع وقتك فيها. فانت لازم الاول تروح تعمل بحثك عن السوق اللي انت عايز تشتغل فيه، وتعرف الوظائف المعروضه هم طالبين ناس بيعرفوا يعملوا ايه، وانت اتعلم اللي هم عايزينه. وخلي بالك اي رود ماب انت بتبحث عنها، لو انت ما عملتش البحث بتاعك، الرود ماب ليها عمر، ليها صلاحيه. كلنا عارفين ان كل يوم بتطلع تكنولوجي جديده، بتطلع فريم ورك جديده، بتطلع لايبراري جديده، ده بيغير الدنيا خالص. يعني الرود ماب اللي كان فيها مثلا تعلم جانجو من كام سنه، خلاص ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ لان السوق بقى طالب حاجات تانية. السوق والشركات اللي بتطلع جديده بتشتغل بحاجات تانية، الوظائف المتوفره طالبه حاجات تانية. فانت ما تضيعش وقتك في حاجات قديمه وحاجات عدى عليها الزمن، وحاجات مش متوفر ليها وظائف دلوقتي، مفيش شركات طالبه ليها وظائف. فانت روح شوف الشركات الاول هي عايزه ايه، عايزه مين، فابدا اتعلم اللي الشركه عايزاه. بس كده، دي الفكره اللي كنت حابب اتكلم معاكم فيها. بعض من اصدقائي اللي شغالين دلوقتي انهم بيتعلموا وعايزين يشتغلوا في البرمجه سالوني السؤال ده كم مره، وكان ده رد ليهم على طول، ان لازما تشوف انت الاول عايز تشتغل فين. عايز تشتغل في السوق الفلاني، شوف السوق ده هم طالبين فيه وظائف ايه، طالبين فيه تكنولوجيز ايه، وابدا اتعلمها. ما دام ده هدفك فخلاص ابدا اتعلم الستاك اللي الشركه انت عايز تشتغل فيها شغاله بيه. لو عندكم اي سؤال او اي حاجه عايزين تضيفوها يا ريت تكتبوها في التعليقات، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.